السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. جايب لكم النهاردة قصة من قصص شنطة حمزة، يا رب تعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة ونصلي على النبي في التعليقات. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. في محطة قطر قديمة في أطراف المدينة، الناس بطلت تروحها، اسمها حتى اختفى من على الخريطة. لكن أهل المنطقة عارفينها كويس ويعرفوا كمان حاجة أهم، إن الساعة 12 بالظبط بيعدي قطر هناك، قطر ملوش وجهة، واللي بيركبه ما بيرجعش زي ما كان. وهنا بيظهر كريم، شاب عنده 28 سنة، حياته ماشية لكن قلبه واقف. والده متوفي من سنة، ومن وقتها وهو حاسس إنه تايه، شغله بلا معنى وصحابه بعد عنه. والدته بتحاول تقويه لكن من جواه برضه مكسور. كان دايما يقف قدام المحطة دي مش عارف ليه، يمكن كان حابب يحس إن في حاجة واقفة زيه. الليلة دي كانت مختلفة. الساعة 11:58، الهوا بقى تقيل والمكان بقى أبرد. وتعدي كمان دقيقة ونبقى الساعة 11:59، وفجأة صفارة قطر طويلة كأنها صرخة. القطر خرج من الضلمة ببطء، قطر قديم بعجلات بتصرخ على القضبان. مفيش سواق، مفيش رقم، بس باب مفتوح مستنيه. وفي لحظة ضعف الإنسان ممكن يختار إنه يهرب، لكن كريم قرر إنه يركب القطر. دخل كريم القطر. الإضاءة كانت ضعيفة ولونها أصفر، الكراسي قديمة ومتقطعة، الركاب قاعدين في صمت تام، كل واحد بص قدامه ومحدش باصص لحد. كريم حاول يتكلم مع واحد لكن مفيش رد. بص في وش راجل قدامه، ملامحه مألوفة، قرب منه، والصدمة كان هو بس نسخة أكبر منه، نسخة مرهقة، عينيها مطفية. وهنا كريم اتفجع ورجع لورا. القطر دلوقتي بيتحرك. كريم باصص من الشباك، مفيش شوارع ومفيش عمارات، لكن كان في ذكريات. شاف نفسه طفل بيجري في حضن أبوه، وشاف يوم جنازة والده، شاف نفسه وهو بيهرب من مسؤولياته، وشاف مكالمات كانت مهمة بس مردش عليها. شاف أحلام كان نفسه يحققها بس سابها تموت. كل ذكرى كانت بتتكرر، كأن القطر قاصد يساعده إنه يندم على كل اللي فاته. وهنا الركاب بدأوا يهمسوا، لو كنت عملت، ويا ريتني، وكان ممكن، والهمس بقى صرخات. القطر وقف فجأة في محطة غريبة، اسمها كان مكتوب على يافطة، وهو الندم. وفجأة الباب بيتفتح ويظهر صوت عالي يقول: اللي ينزل هنا يعيش للأبد في اللي ضاع. وبدأ الركاب ينزلوا واحد ورا التاني، وبهدوء مرعب النسخة الكبيرة من كريم قامت وبصت له وقالت: تعالى، هنا مفيش وجع، مفيش مسؤولية، بس في ذكريات دافية. كريم كان على وشك إنه ينزل، وفجأة سمع صوت أمه بتناديه باسمه، نفس نبرة الحنان، نفس الرجفة. وهنا دموع نزلت. وهنا كريم سمع صوت تاني بيقول: الماضي مريح لأنه خلص، لكن الحياة في اللي جاي. كريم جري ناحية الباب وكان هينزل، بس رجع يقعد مكانه تاني، ده لأن النسخة الكبيرة منه صرخت وفجأة اختفت. كريم فتح عينيه، لقى نفسه واقف في نفس المحطة المهجورة، والساعة 12:05. مفيش قطر، مفيش صوت، لكن في حاجة جواه اتغيرت. طلع تليفونه واتصل بأمه وابتسم، ومشي بعيد عن المحطة لأول مرة، بس المرة دي وهو متعلم الدرس كويس. وفي نهاية قصتنا ياريت نكون اتعلمنا إن في كذا قطر هيعدي علينا في حياتنا، قطر الندم، قطر الخوف، وقطر الهروب، لكن مش كل باب مفتوح لازم ندخله. ودلوقتي خلصنا أول قصة من قصص شنطة حمزة. ولو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وصلي على النبي. سلام.
سلام.